الفرح كان مبهج وكل الحضور كانوا مبسوطين وفرحانين بالعريس والعروسة، لكن حصلت حاجة غريبة خلت العروسة تجري وتسيب الفرح وبعدها بشوية يرجعوها مرة تانية. هو ايه اللي حصل؟ حد ضايقها؟ حد قال لها حاجة؟ لا، الموضوع مش كده خالص. عشان كده كنا محتاجين نوضح لكم التفصيلة الصغيرة دي، وفي نفس الوقت كان معانا فيديو قصة مروة اللي كل الناس بتتكلم عليها النهاردة وكل الناس عايزة تقف معاها، وقررنا نقول لحضراتكم الحكاية واللغز فين في حلقة جديدة مع اللغز مع يونس محمد. على مدار الساعات اللي فاتت السوشيال ميديا كلها بتتكلم على فرح ليلى احمد زاهر والمنتج هشام جمال. الاجواء فعلا مبهجه وجميله وبسيطه، برغم ان الفرح كلف حبتين، يعني ممكن نقول 10 مليون، ما بين ال10 وال15 مليون يصرف ده كله ما بين الحضور. الفنانين جم وجملوا زي محمد فؤاد وعدد كتير من المغنيين، لكن الحضور التاني من الفنانين والاعلاميين كان مخلي اجواء مبهجه جدا، منهم نبيل عبيد اللي فعلا ابتدت ترقص والناس كانت مبسوطة. ازاي انت في السن ده وبترقصي؟ ما شاء الله عليها. ووسط الحضور ووسط الاجواء المبهجة اللي اقيمت في هرم سقارة واضاءوا الهرم مخصوص عشان الفرح، كان في حاجة حصلت. كم صورة كده طلعت على السوشيال ميديا بيقول لك ان ليلى احمد زاهر سابت الفرح ومشيت، وجايبينها وهي بتعيط جامد وسايبة الفرح. احنا ابتدينا ندور، هي ممكن فعلا ده حصل، بس احنا ما قابلناش ده. يعني الاجواء كلها كانت كويسه وبترقص مع عريسها هشام جمال على الاغنيه اللي عملها حسين الجسمي مخصوص ليها، وفي نفس الوقت كانت بترقص مع ابوها. فابتدينا نركز شويه، ايوه الموضوع متعلق بابوها فعلا. لما كانت بترقص مع ابوها على اغنيه بنت ابوها انهارت من العياط. هي دي اللقطه اللي كل الناس جابتها، وكل الناس ابتدت تتداول وتقول هو ايه اللي فسد الفرح بتاعها. وبعدها بلحظات سابت الفرح ومشيت. هي مش مشيت خالص، دي راحت الأوضة بتاعتها عشان الميك اب بتاعها باظ، عملته من جديد ورجعت الفرح من جديد وكملت الفرح. يعني الفرح ما بص زي ما بيتقال، لا الفرح تمام وزي الفل وفرحتهم كملت على خير. هي اللقطة دي اللي حصلت، البنت اتأثرت او العروسة اتأثرت بالأغنية مع والدها، وده اللي خلاها ما تسيطرش على مشاعرها، وده اللي خلى البعض ياخد اللقطة ويقول لك ان العروسة سابت الفرح ومشيت، ان معرفش مين اللي ضايقها. حبينا نوضح لحضراتكم ان في ناس محبوبة من القلب، في ناس ربنا بينعم عليهم بفرحتهم بتبقى جميلة زي الفرحة دي. ربنا ينعم على الجميع بالفرح دايما. حبينا نوضح ونقول مبروك للعريس والعروسة ومبروك ليهم كلهم ومبروك لأي حد هيتجوز. ربنا يتمم أفراحكم كلكم على خير. وحبينا نوضح الخبر اللي انتشر، لكن خلونا بقى في الجد اللي احنا بنقدمه هنا لحضراتكم. امبارح ظهر فيديو على السوشيال ميديا فعلا غريب، فيديو ما يتصدقش. فيديو لبنت داخل مطعم وهي واقفة مرة واحدة راجل يقال عليه اللي هو راجل، هو طبعا مش راجل، اللي مد ايده على واحدة ما يبقاش راجل، جه وادها ألم. من شدة الألم وقعت على الأرض. ممكن نقول ما كانتش هتقوم، لكن عينيها ووشها ورم وهي بقت في حتة تانية. تعالوا نشوف الفيديو واكمل لكم الحكاية. وده فيديو مروة اللي شغالة في أحد مطاعم التجمع الخامس اللي كانت في حالها. بس مين ده
وايه اللي حصل؟ الموضوع كله بمنتهى البساطه، الشخص ده اسمه عاصم، كان ليه خلاف قديم ما بينه وما بينها، مشاده كلاميه، وقال كام لفظ كده ليها وعلى اهلها، والناس جابته وتاسف لها. لكن هو ازاي انا ما حدش يتاسف لي او انا ما اروحش اتاسف لحد؟ فعشان كده استنى البنت يوم شغلها، وهو كان اجازه في اليوم ده، وراح مخصوص المطعم وخلاها واقفه على الكونتر اللي حضراتكم شفتوه، واداها القلم بالشده دي، وبعدها ما حدش عارف يسيطر عليه وطلع يجري من المكان. طبعا مروه بعد ما فوقوها راحت على اسم الشرطه، هناك راحت تطلب تحرير محضر. بتقول في كلامها والبوست اللي نزلته تعليقا او تعقيبا على الموضوع ان الضابط اللي بيحرر لها المحضر ما همهوش غير قال لها هاتي تليفونك ده، وابتدى يقلب في التليفون، وانا مستغربه انت ليه بتقلب في التليفون بتاعي؟ وبعدها قال لها امشي، ومشيت، لكن ما سابتش حقها ورجعت باتنين محامين وحررت محضر باللي حصل. بالاضافه ان الفيديو حطيته على السوشيال ميديا وقالت انا قلبي وجعني قوي، انا نفسي مكسوره جدا، انا عايزه ربنا وانتوا تقفوا معايا. البوست اللي نزلته ده خلى كل الناس على السوشيال ميديا تتفاعل معاها، وفعلا الشرطة المصرية اتحركت وقبضت على عاصم اللي دلوقتي موجود في النيابة العامة، واللي خلى مروة تقول شكرا لكل اللي وقف معايا. ايوه انا خسرت شغلي اللي انا بصرف على اهلي وبيتي منه، لكن حقي بيرجع بالقانون. طبعا الموقف ده صعب، الموقف ده لأي بنت أو ست أو سيدة يعني يبقى صعب في مكان أكل عيشها أو أي مكان شغل، يلاقي اللي هيجي لي دوشة من الموظف بتاعي بيمشيه. لكن احنا طالعين النهاردة بنطلب من المطعم اللي كانت شغالة فيه مروة أرجوكم رجعوها، أرجوكم، الظروف صعبة على الكل، ما تخلوهاش تخسر مكان أكل عيشها، هي ملهاش ذنب، ده هو اللي مجنون وهو اللي جه عمل فيها كده، هي مش بتاعت مشاكل، وهي جابت حقها بالقانون، وهيجي لسه هي ماشيه في الاجراءات القانونيه عشان حقها يرجع لها. الموقف اللي عملته مروه موقف تمام ومظبوط، ولازم اي حد يتعرض لموقف زي ده استخدم كل الاسلحه القانونيه المكفوله ليك. عندك سوشيال ميديا استخدمه، عندك مقطع فيديو بيوثق حقك، ولحد ضربك حد عمل لك اي حاجه انشر المقطع ودي للشرطه، عشان دي كلها ادله واثباتات تجيب لك حقك فورا. بس احنا لو طالعين النهارده بنعلن لحضراتكم القصه المنتشره على السوشيال، بنقول لكم اللي اتقبض عليه، بنعرفكم الموضوع، بنقول لمروه 1000 مليون سلامه عليكي، انت بطله، وانت حقك هيرجع بالقانون، وهيرجع ان شاء الله زي ما انت شفت اتقبض عليه. كل سنة وانتم طيبين في اعياد اللي احنا واخدينها اجازات، سواء انت في دولة عربية كل سنة وانت طيب برضو. احنا حابين يعم الخير والسلام علينا كلنا، حابين نعيش في اجواء حلوة، اجواء بيعم عليها السلام والامان والدفى، واللي الواحد يتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. اشوفكم على الف خير، سلام عليكم.